نفسه تنازعه، وبعد كده يبقى بعد ما يصلي الثالث الإمام يقول الإمام يصلي الآية ولا آيتين عشان الإمام يقول لا، أنت كيف حالك على الصلاة، ما تكيفش المسجد كله على حالك. إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صباح الخير بتاع باظت الصبح. المهم اهلا بكم في فيديو جديد، بس بعنوان بدايه جديده. والفكره هو مش بدايه جديده غير ان انا بحس ان كل يوم في فرصه ان البني ادم ممكن يتغير للاحسن، والحمد لله يعني لسه موضوع ان احنا بنصحى الفجر ملتزمين بيه شويه. في كذا ورق لسه عايز اخلصه، والنهارده يعني يوم هيبقى في المستشفى. ف في صراحة في نهاية الفيديو سؤال كده بسأله لنفسي بقالي سنين، يعني نفسي أعرف إجابته. هو في النهاردة حاجتين، يعني هنتكلم في موضوع أنا برضو بسأله لنفسي، وصراحة هو مهم يعني حتى لأي حد داخل في المجال الطبي الموضوع مهم. بس في آخر الفيديو في سؤال صراحة بسأله لنفسي بقالي كتير، فخلوكم معايا للآخر. أنا حاليا هقعد أخلص الورق اللي عليا، أقعد أكتب شوف أخلصه إزاي ده، وأقول لكم الموضوع نتكلم عنه. يلا بينا. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في الطريق إلى المستشفى، وفي بعض المواضيع التي تدور في خاطري عن هل الطب يستحق المعاناة بتاعة ال7 سنين. إن الموضوع لا يتوقف على 7 سنين بس فيما بعد كمان ال7 سنين. يعني انت ممكن تخلص 7 سنين ولسه مشتغلتش، شفت العائد المادي اللي انت حاسس انك تستحقه، او ان هو يخليك اصلا عايش كويس، فاهمين؟ فهنتكلم عن الموضوع ده النهارده بشكل جدي جدا، ونلتقي ان شاء الله. بس انا رايح دلوقتي المستشفى وعلى خير ان شاء الله. رجعنا من المستشفى، كلنا ظبطنا حالنا، وحاليا المفروض يعني بعد ده بنقعد نذاكر. بس كنت عايز اكمل الموضوع ان الطب يستحق ال7 سنين ولا لا. صراحة بالرغم من الليالي الحزينة اللي الواحد بيمر بيها، بس الإجابة على السؤال ده بالذات تحس إن هو يعني حاجة فردية. يعني مثلا في ناس من زمايلي لو سألتهم هل عندك، لو جالك الفرصة إنك تخش طب تاني هتخش، في نسبة كبيرة هتقول لأ، وفي نسبة كبيرة برضو ممكن تقول عادي. بس أنا بتكلم إن الإجابة على السؤال ده بالذات هي إجابة فردية يعني تماما ما لهاش علاقة برأينا كلنا وحاجة كده، فكل واحد فينا بيبقى ليه إجابته.
بس انا عن نفسي ممكن اتكلم عن اجابتي انا الشخصيه او تجربتي. ان انا في الاول كنت في صيدله، وبعدين حولت من صيدله ودخلت بشري، قصه طويله كده هتتعرف بعدين. بس فيما معناه ان انا كنت داخل الاول بشري عشان طبعا كنت عايز اكون دكتور، وعايز اخش تخصص معين، ووضع مادي كويس، وضع اجتماعي كويس، مكان وسط الناس، في احترام كده يعني. طبعا موضوع الاحترام ده في الاستقبال مبيبقاش موجود وانت المفروض تترفع عليك بس يعني انا عندي الموضوع ده على خير يعني. ده يعني كان الهدف الاساسي زي ما احنا بنقول، ده الهدف اللي اي حد فينا بيبقى عايزه وهو داخل طب، اللي هو العائد المادي، العائد الاجتماعي. ممكن يكون ده اللي هو كان المعيار الاولاني بتاعي. لحد ما كنت جيت سنه تانية كده، كنت يعني نزلت تدريب في مستشفى، فكان معايا دكتور كده شاب لذيذ لسه يعني صديقي يعني. هو يعني ايه لسه صغير زي ما بنقول يعني، بس هو ما شاء الله عليه شاطر جدا يعني. افتكر كنا الساعه 2 بالليل، جه بني ادم او يعني جه شخص راجل عنده بتاع 60-70 سنه، هو وابنه معاه اسرته وكده. حرفيا الراجل خلاص هو ده بيموت يعني. هو ايه صدره الميه يعني، في حاجه اسمها بالمونة إديمة، في ميه داخله يعني، ميه ضغط على صدره فمش عارف ياخد نفسه، فالاكسجين في دمه نازل لحد 65 او 70. يعني الراجل ده يكاد يكون مش عارف يعني. الحمد لله ان ربنا اطال في عمره لحد ما اتلحق يعني. تمام. فطبيعي يكون الدم في الاكسجين في دم البني ادم من 99 ل 100 يعني، المفروض اصلا يكون 100% 99، الا بقى مرضى معينه زي السي او بي دي وكده يعني، مش هتطرق لموضوع طبي. المهم الفكره ان الحاله زي ديت ما ينفعش تخش استقبال، دي المفروض تخش عنايه مركزه على طول. وطبعا المستشفى كان كل السراير بتاعه العنايه مفيش، فالراجل ده يعني الدقايق والثواني بتفرق. تمام. انا بقى الفكره بتكلم على اللي عمله الدكتور في حرفيا في لحظه الا لحظه. اداله حقن معينه يعني، مش هقول اسمها حاجه لازكس كده، عشان يحول ميه من صدره يحولها لمجرى البول، وعمل له قسطره، وبعدين عمل له رسم قلب وجه في السرعه ديت، وركب له اكسجين والحاجات دي كلها لحد ما شاء الله يعني لحقنا الراجل يعني. واكسجين وصل ايه لفوق ال90 يعني، وبقى كويس. انا بقى كل ده بتكلم على اللحظه اللي انا هقولها ديت، النظره اللي ابنه بص فيها للدكتور وقال له يعني ربنا يفك كربك دنيا واخره. انا اللحظه ديت تغير المعيار تغيير يعني مش طبيعي. بقى الواحد بقى بيسعى من حته انه عايز يكون دكتور وكذا وكذا وكذا، لا لانه بقى عايز، انا عايز الدعوه دي، عارف له انا عايز ده، انا عايز احس الاحساس واحساس الراحه اللي جه الراجل ده، عايز اكون ان انا اكون ايه السبب في حاجه زي كده. برغم ان الحمد لله الواحد نيته اتغيرت للاحسن، بس جه مع نفس الاحساس ده احساس تاني سيء شويه، اللي هو انت بقيت معظم الوقت طول الوقت خايف انك ما تبقاش دكتور شاطر، خايف انك ما تبقاش لما تيجي اللحظه ديت انك تلحق بني ادم ما تلحقوش. فبقى نوع من الضغط عليك انك كنت عارف اللي هو انا مضغوط عشان اذاكر، بقيت مضغوط وخايف ان ما وصلش للدرجه او الشطاره ان اعرف الحق حد بالسرعه ديت. يعني انا بالنسبه لي دلوقتي بقى الموضوع طب شايف انه يستحق 7 سنين. انا عندي يعني انا بقول لك شايف انه يستحق كمان 10 سنين كمان، لان الاحساس والثواب اللي انت هتاخده في انك تفك كرب وتلحق بني ادم حاجه لا تقدر بثمن. تمام. بس نفس الوضع في اللي هو يا استاذ محمد اللي هو ايه يعني، ليالي كتير صعبه تعدي علينا، ممكن ليالي كتير من انهيار وكده. وفي نفس الوضع الواحد ساعات بيحس احساس غريب لما ينخرط قوي في الدراسه. هشاركه معاكم، بس حاليا محتاج اقعد اذاكر شويه يعني، احاول يكون عندي دم واذاكر شويه ونبقى نكمل الموضوع يعني ايه في الاخر كده يعني. هو ده هيكون السؤال يعني. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نكمل موضوعنا. الواحد يعني خلص حاجة بسيطة كده، بس النهارده يعني ايه كده كان يوم مستشفى وبتاع، فمش قادر اذاكر الصراحة، بس يعني ذاكرنا حاجة بسيطة، عملنا حاجة، عملنا انجاز. يعني لازم الواحد كده يكافئ نفسه على اي شغل بسيط بيعمله، لازم يكافئ نفسه بيه عشان ما يكتئبش. المهم، عارفين احساس اللي هو لما مرة واحدة كده مثلا عارف يحصل لك كده، تحس ان روحك تتفصل عن جسمك وتبص لنفسك من فوق كده، انك مش مستوعب انك عايش وبني ادم وهتموت وهتتحاسب. عارفين الاحساس ده؟ فبيجي معاه دايما، يعني مؤخرا بحسه بقى بيجيلي كتير، اللي هو هل انا ماشي صح؟ هل المجهود اللي انا بعمله ده المفروض الصح اللي بعمله؟ هل انا جاي فعلا، او ربنا مثلا خلقني عشان اعمل ده؟ هل دي الحاجة اللي ممكن تنجيني؟ يعني دايما بقول لنفسي، احنا في الطب مثلا حرفيا بيعدي علينا ايام ربنا وحده اللي يعلم بيها، من الانهيار، الضغط، قلة النوم، ارهاق، تعب. مش عايز اقول ان في ناس ممكن تتعب، يعني لينا كذا حد من زمايلنا تعب وجاله امراض مزمنه، بس انا بتكلم هل كل ده يستحق وهيكون ده طوق النجاة بتاعي؟ اصل مثلا واحد مثلا شيخ او حد مثلا او حد داعيه او حاجه زي كده، هو يعني احسن مني اكيد، فاهمين الحته ديت، اللي هو ما شاء الله ده واحد بني ادم عنده علم وكذا وكذا وكذا، وربنا كان ان هو بيشارك علمه والناس يعني بيهدي الناس. وفي نفس الوضع بقى مثلا لما الواحد يحاول يتعمق في موضوع جزء الدين ده، بيحس الموضوع صعب قوي، ان هو انا مش عارف اوازن ما بين الاتنين. يعني حتى مثلا واحد مش عارف يحفظ قرآن، يعني هو منخرط في الدراسة انخراط تام، بس في المقابل لما تلاقي حد او ناس حققت ده، مثلا زي الشيخ حازم شومان، ما هو ده دكتور كمان ما شاء الله في تخصص مسالك، اللي هو ده من اصعب التخصصات في الطب اساسا، يعني دكتور وما شاء الله برضه عيال. بحس اللي هو في حاجة غلط، او ان انا لسه رغم المذاكرة والمجهود ده كله مش دي الحاجة الصح المفروض او انا جاي عشان اعملها. فبس ده السؤال دايما بسأله نفسي ومش لاقي ليه اجابة. فهل احنا ماشيين صح؟ هل احنا بنعمل الحاجة اللي ربنا او هتكون زي شفاعة علينا يوم القيامة؟ هل العلم اللي احنا بندرسه ده كله هو علم، يعني زي ما قلنا حكم عليه، يعني لا يستحق كل هذا العناء والمفروض ندرس علم تاني؟ فاهمين الاحساس ده، اللي هو المفروض مثلا واحد يتعمق في الدين، ان احنا جايين عشان نعبد ربنا، بس نفس الوقت هو اكيد لازم نشتغل وكده، بس انا بتكلم في فكره المجهود اللي احنا بنبذله جدا كتير، او المجهود اللي بيتبذل في المذاكره في الدراسه في الكليه، مجهود كبير قوي يخليك تكاد تكون لاغي شبه حياتك. انت مفيش صحاب، مفيش اهل، حتى ما برجعش اهلي كتير، انا قاعد في السكن، نادر ما برجع لاهلي في مدار السنه. بتحس ان انت متقوقع كده. احنا عندنا مثلا سنه 5 دراسه 14 شهر متواصلين، فانت حتى ما بتلحقش تاخد بريك. فانا صراحه مش لاقي اجابه للسؤال ده، واتمنى ان ربنا يعني يلهمني وينزل عليا الاجابه اللي تخليني مطمئن ان انا اكمل. فاهمين الاحساس ده؟ وبس، ده نهايه فيديو النهارده. متنساش ان شاء الله، يعني لو مكمل معايا لحد دلوقتي فكتر خيرك، يعني متنساش تعمل سبسكرايب وكومنت ولايك وتشبر على اخوك. يعني يلا، السلام عليكم.